السلام عليكم. كاين أسئلة معينة تطرحها لجنة الانتقاء في المقابلة الشفوية لمسابقة توظيف الأساتذة، والمشكل أنه بزاف مترشحين يعرفوا السؤال لكن ما يعرفوش كيفاه يجاوبوا بطريقة ذكية. في هذا الفيديو راح نعطيكم 10 أسئلة مهمة جدا في المقابلة الشفوية مع أفضل الإجابات اللي تعطي انطباع مليح للجنة وتزيد فرص نجاحكم. تابعوا للفيديو للنهاية لأن هذه الأسئلة تتكرر كثيرا في المقابلات. 10 أسئلة خطيرة في المقابلة الشفوية لمسابقة الأساتذة، زائد إجابات ذكية لكل سؤال. السؤال الأول: لماذا اخترت مهنة التعليم؟ الإجابة الذكية تكون كالتالي: اخترت مهنة التعليم لأنها رسالة نبيلة تساهم في بناء المجتمع، فالأستاذ لا يقتصر دوره على نقل المعرفة فقط، بل يساهم أيضا في غرس القيم وتنمية قدرات التلاميذ. السؤال الثاني: كيف تتعامل مع تلميذ مشاغب داخل القسم؟ الإجابة الذكية كالتالي: أولا، أحاول فهم سبب السلوك، ثم أتحدث مع التلميذ بهدوء وأذكره بقوانين القسم، وإذا استمر السلوك أحاول إشراكه في النشاطات الصفية حتى يشعر بالمسؤولية. السؤال الثالث: كيف تحفز التلاميذ على الدراسة؟ الإجابة هي: أستعمل طرق تدريس متنوعة مثل طرح الأسئلة، النشاطات الجماعية، والتشجيع المستمر حتى يشعر التلميذ بالثقة والرغبة في التعلم. السؤال الرابع: ما هي صفات الأستاذ الناجح؟ الإجابة النموذجية كالتالي: الأستاذ الناجح يجب أن يكون صبوراً ومنظماً وقادراً على التواصل مع التلاميذ، ويستعمل طرق تدريس تساعد على الفهم وليس الحفظ فقط. السؤال الخامس: ماذا تفعل إذا لم يفهم التلميذ الدرس؟ الإجابة: أعيد شرح الدرس بطريقة أبسط وأستعمل أمثلة أو وسائل تعليمية مختلفة حتى يتمكن التلميذ من الفهم. السؤال السادس: كيف تتعامل مع ضغط العمل؟ الإجابة: أحاول تنظيم وقتي جيدا وتحديد الأولويات، كما أنني أعتبر التعليم رسالة، لذلك أتعامل مع التحديات بروح إيجابية. السؤال السابع: ما هو دور الأستاذ داخل المدرسة؟ الإجابة: دور الأستاذ لا يقتصر على التعليم فقط، بل يشمل أيضا توجيه التلاميذ وتربيتهم على القيم مثل الاحترام والانضباط. السؤال الثامن: كيف تتعامل مع تلميذ ضعيف في الدراسة؟ الإجابة: أحاول تشجيعه ومساعدته من خلال تبسيط الدروس وإعطائه تمارين إضافية حتى يتحسن مستواه تدريجيا. السؤال التاسع: ماذا تفعل إذا حدث شجار بين تلميذين؟ الإجابة: أقوم بتهدئة الوضع أولا، ثم أستمع للطرفين لمعرفة السبب، وبعدها أوجههما للحل الصحيح وأذكرهما بقواعد الاحترام داخل القسم. السؤال العاشر والأخير: لماذا يجب أن تختارك لجنة الانتقاء؟ الإجابة الذكية والقوية كالتالي: لأنني أمتلك الرغبة في التعليم، ولدي القدرة على التواصل مع التلاميذ وتنظيم العمل داخل القسم، كما أنني أؤمن بأن التعليم رسالة ومسؤولية. وفي الأخير، المقابلة الشفوية ليست اختبار معلومات فقط، بل هي اختبار لطريقة تفكيرك وشخصيتك.
إذا حضرت هذه الأسئلة جيدا وتدربت على الإجابة بكل ثقة فستزيد فرص نجاحك بإذن الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد حول التحضير لمسابقة الأساتذة. السلام عليكم.